بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم. النهاردة هنعمل طابق مسقع. المسقعة انا هستخدم لها ايه؟ البتنجان قطعته وقشرته، الفلفل طبعا غسلتهم، الثوم، الطماطم، البطاطس. اول حاجة عملتها ايه؟ قطعت البطاطس بالطريقة دي وبعدين غليت مية وحطيتها فيها لمدة 5 دقايق. تمام. ابدأ اعمل ايه؟ هبدأ بالايه؟ بالبطاطس. حطينا الزيت وادي البطاطس اهي. بصوا يا حبايبي، المسقعة كلها هعملها في نفس الطاسة، يعني هنقلب البطاطس ونشيلها وهوريكم هنعمل ايه. صلوا على رسول الله. والتوابل اللي انا بحطها فيها الملح والكمون. تمام. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايبي، البطاطس طبعا انا ما بسيبهاش تتحمر. تمام. خلاص كده انا هنشيلها اهي. خدت تقلبتين كده، ما بحمرهاش. هبدأ اعمل ايه؟ ابدأ احط البتنجان كله في نفس الطاسة. ممكن احط الفلفل كده برضو ياخد له تشويحة معاه. دي احلى طريقة يا جماعة لعمل مسقعة، احلى طريقة. هنحمر بقى بقيت كمية البتنجان والفلفل، هاخده تشويحة كده ونشيله. وخليكم معايا اوريكم هنعمل ايه. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايب قلبي، البتنجان عملته والبطاطس والفلفل شوحتهم في الزيت وشلتهم اهم. اجي في نفس برضو الطاسة اللي انا بعمل فيها وحطيت الثوم. تمام اهو. صلوا على رسول الله. ريحة التومة تحفة. اسهل حاجة وكلها في نفس ذات الطاسة، يعني مش هتوسخي حاجات كتير. خلاص التومة اهي. هعمل ايه؟ هحط معلقة صلصة. تمام. ومعاها معلقة سكر. خلاص خرجت منها المادة الحافظة اهي. معلقة الصلصة مع معلقة السكر. هبدأ احط الطماطم.
تمام. هبهرها بقى بايه؟ بملح وكمون وشويه فلفل اسمر. تمام، خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، الطماطم اتسبكت وزودتها ربع كوبايه ميه. عارفين ليه؟ علشان ما تبقاش طعم الطماطم حاضط فيها. خلاص، وغليت اهي. هبدأ احط فيها كل المحتويات اللي انا عملتها اهي، وبكده هتاكلوا احلى واجمل مسقعة في حياتكم. يعتبر طبعا كل المحتويات دي مستوية يعني 3/4 سوا. بعمل انا ايه بقى؟ اهي حطيت اهي. طبعا انا بهرت الصلصة بتاعتها، التسبيكة بتاعتها بالملح والكمون والفلفل الاسمر. كده بقى هبدأ ايه؟ اوطي عليها خالص، تاخد وتدي مع بعضها عشان تبقى اخر حلاوة. صلوا على رسول الله. وبعد كده خلاص هتتغرف بقى. تمام. وده كان الشكل النهائي للمسقعة بتاعتنا النهاردة. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.